أن تحظى بهذه اللوجة الموجودة. هي الجوادين كانت هنا في كربلاء وفي الحسين وفي العباس وفي العسكريين وفي الكاظمية. ننتقل أينما حلت خدمة محمد وآل محمد. شاعر شاب طموح مثابر خدم الحسين منذ صغره وترعرع في كنف خدام الحسين سلام الله عليه. الشاعر مهدي أحمد الكاظمي، حياك الله وسهلا استاذ، ووفقك الله لخدمة الحسين. جعلنا وياكم ان شاء الله. الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم ليلة العزاء وليلة المواساة، نبدأ بهذه الليلة، ليلة الأربعين. ماذا تريد أن توجه كلمة أو كلمة لهذه الزيارة؟ اولا نعزي صاحب العصر والزمان بهذه الايام العظيمة الذي سارت عليها سيدة زينب من مصابها ومن آلامها وجراحها، والتي جاءت بهذه الأيام بأيام مصاب بدون أخيها الإمام الحسين والإمام العباس، وجاءت بدون الهواشم، وهي كانت لها ثورة عظيمة عندما وصلتها إلى الشام، ولا سيما هذه ثورة الإمام السيدة زينب عفوا إلى هذا يومنا. نعم. ماذا نسمع من جنابك؟ خدمتك. عندما جاءت السيدة زينب من المدينة إلى كربلاء، فنالت إلى الإمام السجاد فتقول له: وينك يا علي السجاد؟ دليني على قبر حسين، أريد أحكي له همي وكون يمه أجر دمع العين. وينك يا علي السجاد؟ دليني على قبر حسين، أريد أحكي له همي وكون يمه أجر دمع العين. دليني على قبره وين، ما ظل صبر وسط الروح، جيت محملة كل جروح، من مصاب شفت البين. أريد أحكي له علبي واحكي له بدمع حمال، واسولف له جرع للحال مني مشيت مسبية. واريد احكي له عن الشام وانا بهمي محنية، وخاف الكم دليله شلون بالله بيا قلب انعاه، واقول له ماتت رقية. وتجري دموع حمالة من اشوف قبالي اطفاله، وراسه على الرمح حاله، صعب هالموقف علي. وينك يا علي السجاد؟ بيمن بعد واتصبر؟ دليني على قبر حسين، دليني على ابو الاكبر. شلون انظر جسد الحسين وهو جسمه موذر، والاصعب بالمصاب شلون جسمه موثر ومدفون. شلون اصبر على المنظر؟ لهسه بصدره احسونين من الخيل سحقت بيه، وبأضلاع تتعثر. دليني على قبر حسين، دليني على ابو الاكبر. الله سلام الله عليها وطيب الله تلك الانفاس والانامل التي خطت هذه الكلمات. نتكلم اليوم بشيء له ثمرة، له خدمة للحسين. نعم. سلام الله عليه. أولا أريد أعرف مسيرة حياتك، شلون بديت شاعر، شلون من اللي ساعدك، من اللي وصلك لهذه أو هذا المكان إن شاء الله. نعم، ونحن سرنا على نهج آبائنا وخدمة الحسين على مر السنين جيلا بعد جيل. ورثنا هذه الخدمة من آبائنا ومن خدمة الحسين. هي من احتضنت خدام الحسين وتنظر إلى الشاعر والرادود والخطيب والمؤرخ في خدمة الإمام الحسين. إذا عمرك كتبت الشعر؟ في سنة 2018 كان عمري يعني بحدود 18-17 سنة بديت تكتب. نعم. شلون اكتشفت هذه الموهبة؟ من خدمة الحسين، من مجالس الحسين، ننظر إلى الشاعر من يقرأ والرادود من يقرأ، نستمع هذه الكلمات
تخزن في الذاكرة. نعم. فمن هذه المسيرة وجدنا أنه في توفيق الحسين ويكون في هذه الشيء المهم ويكون هذا الأساسي في هذه، تكون توفيق الحسين في هذه الخدمة والحمد لله. يعني الأساتذة اللي وجهوك بتوجيه الصحيح، وتعلمنا ناخذ المعلومة من الكبير والصغير، بس هناك يعني ترعرعت من مدينة الكاظمية، هناك أنفاس الكاظمية هي من تشهد لها بالشعر والردة من تراث أجدادنا. يعني اكو استاذ معين، استاذ طلال طالب الكاظمي، تحياتنا له، استاذ الكاظمية واستاذ جابر الكاظمي، مدرسة الكاظمية. كنت تستشيرهم؟ نعم، يعني في مسيرتنا هناك يعني من ساندنا في هذه الخدمة الأكثر الشاعر طلال طالب الكاظمي. أنا أشوف يعني الشاعر يحتاج إلى أجواء معينة. نعم. في الكتابة، هل لك أجواء خاصة لو تكتب اللي يخطر على بالك وتكتبه وتدونه في التليفون أو الموبايل أو الورقة والقلم؟ هناك ممكن تكون أجواء الحسين، في مجلس الحسين، في روحية الحسين. هناك روحية الحسين من يكون الخادم في المجلس، تبقى هذه الروحية في داخله، إنه من يتجه إلى مكان هناك بين أفكاره فقط خدمة الحسين. نعم. فيكون في كل مكان خدمة الحسين وأيام الحزن الحسين في كل مكان، وليس لها وقت محدد في هذا الشيء. نسولف اليوم كيف يكون أو يجب أن يكون خادم الحسين؟ الخادم الحسين يكون أولا الشيء الأساسي أن يقتدي بأهل البيت، أن يسير على نهجهم، أن يكون من الأشياء الأساسية أن يكون خادما مخلصا في هذه الخدمة. خدمة الحسين لا شيء يكون يضاهي إليها في يعني يكون على مقدارها أو مقدار ثمنها في الخدمة. طريق الخدمة صعب لو سهل؟ من كان نيته بهذا الدرب، نعم، يعني مخلصة سهل. نعم. إذا اقتدى بالحسين وكان خادما مخلص، وهذا الحسين يعطيه توفيق لا يعد ولا يحصى. الأشياء اللي التمستها من خدمة الحسين؟ خدمة الحسين كرامة، تكون شرف عظيم. نعم. من يسمى خادم الحسين، خادم إلى خدام الحسين، شرف عظيم بين الناس وبين العالم الإسلامي. من يرى أحد الأشخاص فيقول له هذا خادم الحسين، هذا شرف عظيم. ونحن نعم خدام، بس عند الإمام الحسين ملوك في هذه الخدمة. من سلك خدمة الحسين خدمة في الدنيا، بالآخرة ملك. الوصول للقمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب. صح. أنت بهذا العمر، سجد عمرك 22. موفق إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله العمر كله. الله يعطيك العافية. بهذا العمر الوصول للقمة سهل، اليوم مواقع التواصل موجودة والإنترنت. صح. نعلم بأن هنالك الخدمة كانت صعبة جدا. صح. الصعود إلى المنبر كان يعني كنا في زمن نتمنى أن نقرأ ويا الراديو، مو ما يخلونه، لا تعلم. صح. روح سوي نفسك، يريدوك تصير حتى هذا الحفاظ كيف يكون؟ هل اجى في خاطرك او في بالك ان ها هي وصلت له اطور نفسي بعد واتعلم بعد وان احافظ على خدمه الحسين بالشكل الصحيح؟ نعم استاذ تكون الخدمه الحسين. انا مو استاذ اخيك الله يحفظك. فتكون خدمه الحسين ليس قمه وليس يعني يكون في مستوى. خدمه الحسين يكون اساس الخادم، ويكون يسير على نهج آبائه. فاحنا يعني من وعينا عن خدمة الحسين يتكلم جدي يقول احنا كنا بذاك الوقت هالخدمة صعبة. نعم. صعبة جدا انه من الخادم مجالس النظام القديم، النظام السابق يعني جدا الخدمة به صعبة. المجلس الحسين صعب، كانت جدا من الصعوبة انه يكون مجلس رغم هذا النظام، رغم هذه القساوة التي كانت وبقت خدمة الحسين.
والكان المخلصا فبقى فيها وسار عليها. نسمع الليلة ليلة عزاء، ليلة بكاء، ليلة حزن، ماذا كتبت وأعدت إلى هذه الليلة؟ والله هي أيام عظيمة، يعني مهما كتبنا ومهما تكلمنا عن هذا المصاب فلا يطيب جرحا من جروح العقيلة، سلام الله. من الجروح والمصائب والآلام التي سارت عليها في هذا المصاب. فعند رجوع مولاتي زينب فجلست عند قبر مولاي أبا عبد الله الحسين فتقول: يا حسين جبت العايلة ورديت من درب الجرح وكملت بعدك ثورة، جيتك يا خويا بكل ألم يا حسين بس رغم الجرح رديت لك من كسرة، ولا يهمك وداعة علي مرفوع راية كافل وبيها رعبتها الزمرة، زينب وأنا أخت القمر انطيت للباطل حذر بتحيدر أنا الحرة، يا حسين بس اللي جرى بالطف ولا هين أبد من طيحتك من كسرة، يا حسين قلبي يألمه لايح على شفافك ضم تمنيت مو عال الرمح وارويك ماي عيوني، يا حسين قلبي يألمه لايح على شفافك ضم تمنيت مو عال الرمح وارويك ماي عيوني، يا خويا تلجم كل جرح نظرة عيوني بنظرتك من عنك يبعدوني، امشي ولا يهمني الدرب لكن يا حسين الصعب وسط الغرب دخلوني، ورغم الجرى وصاروا قدر مهيوبة ظليت بفخر كل العدا يهابوني، قالوا علي ميسرة حاشا قالوا علي ميسرة ومسبية بتحامل حمى ما عاشوا اللي يسبوني، يا حسين لكن ما دروا سابيني فقدك يا الأخو وش كثر شي بحالي، امشي ولا يهمني الدرب لكن يا حسين الصعب وسط الغرب دخلوني، بالله يا حسين لكن ما دروا سابيني فقدك يا الأخو وش كثر شي بحالي، يا حسين راسك على الرمح كان مثل شمس الله بصبح شمسك بوجه تلالي، ومحنية ومشيت الدرب ما اريد ابين يا الاخو مكسوره تنظر حالي، امسح دموع من الوجه ما اريد اكسر خاطرك يا حسين خويا الغالي، يا حسين خويا الغالي. طيب الله انفاسك. فضلكم الله. انا بسولف وياك بموضوع نعم ان هو هل يحتاج خادم الحسين ثقافه؟ نعم ومطالعه. خدمة الحسين اساسها كشاعر كشاعر، خدمة الحسين كشكل عام يكون بها كاقتداء كثقافة الحسين تعني ليس في الملبس ثوب الخدمة يكون ثوب واحد لكن شرف عظيم، ثقافة تعلو على كل الثقافات. ثقافة الحسين تكون انه شيء خاص انه من يكون الخادم يقتدي بنهج اهل البيت من ناحية الآداب، آداب أهل البيت، يقتدي بكلام أهل البيت، يقتدي بكل ما سار عليه أهل البيت من الإيمان، من الاقتداء، من جميع الأنحاء، فهذه ثقافة الحسين. شكرا لملا حفظك الله يعطيك العافية. حفظك كاظمي الله يعطيك العافية. حفظك شرفنا بك. أنا طبعا أعرفك الله يعطيك العافية. أشوفك دائما مثابر في الله يسلمك. نعم فهنيئا الله يعطيك العافية. إن شاء الله التوفيق الله يوفقك، وأتمنى لك أن تثابر أكثر إن شاء الله، أن تطلع أكثر، أن تظهر أكثر إن شاء الله، إن شاء الله بالشكل الأجمل والأفضل، وأنت جميل إن شاء الله بكل الله يعطيك العافية. حفظك. شكرا لك. الله يرحمك. الله يحفظك أستاذنا الغالي. الله يبارك. نعم مشاهدينا الكرام، هذا نموذج من خدام الحسين وهو الشاعر مهدي أحمد الكاظمي، ومستمرين معكم في هذه التغطية، ولكن يجب علينا أن نشاهد هذه الصور ثم نعود وإياكم. كانت تحس عالقاسم الصار